الحمد لله والله اتعافيت وقلت ما اقدر اتحرك. الحمد لله هسه الامور كلها تمام، وعندي جرح بتاع سكري، غدم سكري الحمد لله قفل. بعاني من مرض السكر من فترة طويلة. أنا جالي جرح في أسفل القدم، عمل حفرة غويطة. بقالي حوالي سنة ونص، ولفيت على دكاترة أوعية دموية وجراحة أوعية دموية كتير، وعملت حاجات كتيرة. المهم لحد ما ربنا كرمني وعرفت مركز كيور، فجيت له على طول عالجوني بالإيزون وجلسات الأكسجين. بعد كام جلسة كده حسيت الحفرة ملت، عملت أنسجة ووصلت لوش القدم، وبعدين ابتدت الدورية ابتدت تضيق، ويعني لقيت تقدم جامد قوي، والحمد لله الحمد لله الحمد لله. انا كان عندي سكر من الدرجه الثانيه، النوع الثاني. كان حصل لي حرق في رجلي اليمين، فتفاعل الحرق مع السكر مما ادى الى غرغرينه في صابعي الكبير، ادى الى بتر الصابع. بعد البتر قعدت 3 سنين بعالج في جرح مكان البتر، لكن ما يلتئمش. بدات اخد جلسات اوزون وحقن حوالين الجرح، وبيعملوا لي كمادات بالاوزون مع الباكنج او الضغط الاوزون داخل كيس عشان يقتل البكتيريا في الجرح. ودلوقتي انا خدت 8 جلسات، الجرح بدأ اتلقم بنسبه 70%. كانت في تعويره في رجلي، التعويره ديت الدكتور احمد فضل ينظف لي عليها ويعالج لي ويديني منها الاوزون ده، والحمد لله ختمت خالص وبقت 100 100. وشكشكه والتنميل اللي هو في صوابعي وفي رجليا ديت الحمد لله والله خفيت من الشكشكه ديت. جالي السكر من 2015، من فتره كنت ماشيه عادي في الشارع ودخل مسمار في رجليا، قعدت فتره كبيره اتعالج منها، وصلت لدرجه ان كانت رجلي جهه الشال. يعني خدت اول جلسه ثاني جلسه الحمد لله جيت عليها واتحسنت على نظري 100%، والحمد لله جيت على الجلسات وخفيت، ودلوقتي بقيت امشي واتحرك وبقوم واقعد والحمد لله. يعني انا مريض الضغط والسكر، وكان عندي جرح في رجليا، فكنت بتعالج والجرح مش راضي يلم، فجيت عملت كذا جلسه، ففي الجلسه الرابعه كده الحمد لله ابتديت بتحسن، والحمد لله الجرح لم، فعشان كده جايه تاني اعمل جرعه تنشيطيه.